السلام عليكم، مساء الخير عليكم، صحة فطوركم. سلسلة سعفني في عدد جديد مع ضيفنا كوتش بشير الجزائري. مرحبا بكم. مرحبا بك أنيس، مرحبا بكل المشاهدين الكرام. اليوم العدد تاع اليوم راح يكون تحت عنوان الشكر. ما هو الشكر؟ راح نتعرفوا على الشكر وقانون الوفرة مع كوتش بشير الجزائري. كوتش، نعم أنيس. ناس كثير تشكر وتحمد الله سبحانه وتعالى على النعم اللي أعطاهم في الحياة الدنيا، لكن الشكر كيفاش تقدر توصفه لنا أنت في جملة ولا في كلمة باه الإنسان يعرف كيف يشكر ولا كيف يتوصل لهذاك المقام تاع الشكر؟ هي موضوع طويل شويه أنيس، كما العاده والعوايد احنا نحاولوا اننا نلخصوا هذا الامر في هذه الدقائق من هذه الحصه او من هذا العدد. اللي رحاب بالوفره في حياته، من نقولوا كلمه الوفره ماهوش قصد تاع يعني الماديات فقط، حتى الوفره في السعاده، حتى الوفره في العلاقات، حتى الوفره في قوه الالقاء، حتى في الوفره في المال، في كل هذه الامور. اذا الوفره واش هي العلاقه مع الشكر؟ هي اول حاجه. لو كان نسالك سؤال انيس الان ولا نسال المشاهدين الكرام، هل انت تشكر الله سبحانه وتعالى في حياتك، أم علينا أن نشكر لله سبحانه وتعالى؟ هنا الإنسان يعني بطبيعة الحال هنا كبرمجة للأسف الشديد حاسبين أنه هذا الشكر هو شكر الله سبحانه وتعالى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى واذكروني أذكركم، واش يقول؟ واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي، ماشي بالنون، ماشي واشكروني، يعني فيه اللام. إذا ما هو الشكر لله؟ هنا راه كاين واحد المعادلة الأولى أو المرحلة الأولى، هي الشكر لله سبحانه وتعالى. ما معنى الشكر لله سبحانه وتعالى؟ هي الشكر لله هو الخروج من التملك إلى العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه النعمة اللي راهي عندي الآن، ومن بعد نتكلموا عليها بعد قليل إن شاء الله. هذه النعمة اللي راهي عندي الآن ما لازم ليش نعتبرها أنها تاعي، فإذا اعتبرتها بلي أنها تاعك معناتها بلي أنت ساتي، صح؟ أكيد. ولكن لما تعتبرها أنها لله، تعتبرها أنها سترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في آخر المطاف سيرث الله الأرض ومن عليها، صح؟ إذن هو الوارث الوحيد لكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى. فهنا لازم أن النعمة نعطوها لله سبحانه وتعالى. إذن هذه النعمة، هذا المخدة، هذه الوسادة اللي راهي أمامي الآن هي عبارة عن نعمة، فهي لله سبحانه وتعالى. إذن هو اللي أعطاها لي وهو اللي يسترجعها. هذا هو الشكر لله، يعني نسب النعمة للمنعم. هذاك صح كوتش، بصح كاين الكثير من الناس يعتقدون أن النعمة هي فقط في يعني نعمة الأكل ربما، أو نعمة الأولاد أو رزق الأولاد. كاين ناس كثير تنحصر في هذا المجال، صح. يعني تشكر النعم. هناك نعم غير مرئية ربما ولا غير ملموسة، صحيح. كيفاش يتوصل أنه الإنسان يشكر هذه النعم الغير ملموسة؟ شوف، راك تقول في الكلام تاعك، راك تتكلم على شكر النعم. لما تقول تخيل انت يا مانيش عارف انا هذا اللباس اللي راك لابسه، ولا مانيش عارف هذا الطفر هو عباره عن نعمه، صح ولا لا؟ احنا ما ننتبهوش لهذه الامور ربما، ولكن هل اشكرت انت هذه النعمه في حياتك كامله؟ من المستحيل، من اللي زدت حتى الان. هل في حياتك تخيلت ولا درت جاست انك تشكر ضفرك؟ هو نعمه ولا ماشي نعمه؟ نعمه اكيد. لا، ما لازم لكش لا شكر ربي سبحانه وتعالى. ربي راه يقول لك واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون. واشكروا نعمه الله يا قوم، يا نعمه الله. يعني قال ربي سامحني، قال ربي اوزعني ان اشكر ماذا؟ اشكرك ولا اشكر نعمتك؟ اشكر نعمتك. الشكر هو شكر النعمه. اذا انت الدراهم مربيين، الدراهم راهم يديروا والو في هذه الدنيا، وخاصة المجتمعات تاعنا العربية، وخاصة المجتمع الجزائري. البلاد راحت، هذا الدينار ما راه يدير والو، الدراهم مربية. يا خويا روح لهذيك 1000 فرنك اللي راهي عندك في جيبك، هي نعمة ولا ماهيش نعمة؟ نعمة أكيد. راك سير نعمة 1000 فرنك نعمة. هل شكرتها في حياتك باش ربي يزيدك تولي لك 2000 وتولي لك 10000؟
ربما هذا هو الاشكال. هذا هو المشكل. اذا الوفره تتعلق بالشكر النعمه، وفي نفس الوقت تكون هذه النعمه منسوبه لله سبحانه وتعالى اللي هو المنعم. فهنا عملت الشكر النعمه، وايضا عملت شكر الشكر لله، يعني نسبت هذه النعمه لله. فهنا ربي يزيدك فقط. راك حاب الوفره في حياتك، في السعاده في حياتك، ثانيه واحده في 24 ساعه، ثانيه واحده تشكرها تولي لك 10 ثواني. لانه اذا ما راكش مأمن بوعد الله سبحانه وتعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم بالنون المدغمه، يعني يكون فيها مضاعفه، والله يضاعف لمن يشاء. اذا هنايا راح نكتشفوا في اخر المعادله، وهذه يعني عطيتها لك هكا باختصار. هناك مرحله اولى الشكر لله، النيه تاعك تكون دائما لله سبحانه وتعالى، اوكي. والمرحله الثانيه هي شكر النعمه في حد ذاتها لله سبحانه وتعالى. وثالث مرحله وهي الاخطر، هي انه الشكر ماهوش قول يا حبيبي. علمونا أن الشكر هذا قول، شكر هذا من المعتقد، ماهوش قول. فعملية الشكر هي عمل، هو فعل، راك تقدم في عمل. فلما تعمل على الشكر، واعملوا آل داود شكرا، اعملوا عمل ماهوش قول كما نقولوا حنايا. قال الحمد لله شكر الله كذا وكذا، ماهيش هذه هي. وقعد تشكر في ربي من اليوم القيامة، ما زادكش ماهوش شكر. لانه لئن شكرتم لازيدنكم. نعم فقط برك ربما كان انسان كي تقول يعني بهذه الطريقه انه تشكر نعمه بحد ذاتها يعني تقدر واحد يشكر كاس، واحد يشكر سيارته، واحد يشكر. لكن هل المعتقد بالخصوص المعتقد الجزائري هو اللي خلى انه هذاك الانسان ما يقدرش يشكر النعمه بحد ذاتها؟ هكا يحكم الكاس ويشكره ويقول له يا الكاس نشكرك على هذه النعمه. بارك الله فيك. جي نورمال، جي يعني اشكال. نمد هذيك الانرجي، هذيك الطاقه تاع الشكر والامتنان تجاه هذاك الكاس. راح نقول لك كلمه خطيره، وربما المشاهد تبان له غريبه نوعا ما، راح نوعا ما يفهمك. وهذا الكاس هذا كيتحاور معك، يعني النعمه شكر النعمه، شكر النعمه. الانبياء لما مثلا كما سيدنا داود عليه عفوا سيدنا سليمان عليه السلام، لما ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، يا ربي هذاك نبي الله راه يهضر مع ربي سبحانه وتعالى على المباشر. واش راه يحتاج دراهم، يحتاج فلوس؟ لو كان ماشي محتاج الشكر باش يحس بالنعمه تاع الله سبحانه وتعالى. فاذا كل يوم تتعود نفسك وتدرب نفسك انك اي حاجه مانيش عارف انا، تنوض الصباح من تنوض تحل عينيك تحس بالعينين تاعك كعضو وتشكر لله سبحانه وتعالى، فربي يزيدك اكثر ويزيدك افضل ويزيدك اكثر. هل في الوقت يعني الحالي دروك كوتش الناس ما تشكر يعني بطريقه بجديه؟ خلينا نقولوا بكل صراحه، يعني هناك من يربط علاقه الشكر الا بالصلاه، يعني يشكر ربي سبحانه الا بعد كل صلاه. سواء في التسبيح، سواء في الاستغفار، سواء في شوف انا نقولها لك، انا مع وعد الله. هل ينبغي ان نشكر النعمه بدون توقف، يعني بدون؟ انت السؤال تاعك راني نشم فيه واحد الرائحه هكا تاع راك تقصد انك تقول لي علاش الناس كلها ما تشكرش، بورتون الامر واضح. في وعد الله اكثر الناس لا يعلمون. شكون هما القليل؟ قليل من عبادي الشكور. تعرف شكون الشكور؟ ماشي الشاكر، الشكور هو اللي يشكر ظفره، هو اللي يشكر سنته، اللي يشكر لي كورد فوكال تاعو ويحس بالنعمه، يشكر هذه القعده. كيما انت باغ اكزومبل يزيد وهكذا وهكذا وهكذا. دخلت دراهم، نقول لك يعني الناس تبغي الدراهم بزاف، يعني وهذا ما هوش عيب، يعني بالعكس شيء مطلوب، وهذا نقدموه احنا في الجلسات وكذا. اشكر هذيك ال1000 فرنك، ماشي انت خايف على هذيك ال1000 فرنك لا تروح لك. هذا جحود ماهوش شكر. فالجحود يزيل النعمه والشكر يزيد من النعم. إذا الجحود، لما نقولوا كلمة الجحود، ربما أحيانا حتى تكون ملياردير ربما في حياتك، ولكن لما ما تشكرش ما توليش حاسب بالذوق تاع هذيك النعمة، فهذيك النعمة تولي بعيدة عليك ولو أنها راهي محيطة بك. فهذا هو الخطأ اللي رانا نرتكبه. في الآخر كوتش، نعم. في آخر العدد يعني كيفاش راح نكسبوا الوفرة؟
دوك الناس راهي تسائل، راهي تشوف في هذه تدرب الحلقة. تدرب على انك تشكر يوميا، وجو دي بيان يوميا دير خمسه تاع نعم، عندك خمسه تاع نعم، ما تقوليش ما عندكش النعم خاطر هذه امبوسيبل. خمسه تاع نعم تعلم انك تشكرها لله سبحانه وتعالى، تنويها لله سبحانه وتعالى. يا ربي وراح تشوف العجب. راك فضلتني اني راني لابس سروال، كاين ناس مش ما عندهاش باش تشري سروال باغ اكزومبل. فهنا تاع ربي، هذا السروال تاع ربي تاع الله سبحانه وتعالى. فلما نحس بهذه النعمه اللي راح عندي اعطيها لي ربي، ربي يزيدني اكثر فاكثر. والله العظيم نعطيك ما السر، هو هذه ربي راه قالها، مفتاح الحياه الطيبه هو الشكر. بارك الله فيك كوتش. فيك بركه. اذا نتلاقاو كوتش في العدد إن شاء الله. المقبل ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، كان هذا هو العدد تاعنا تاع اليوم تحت عنوان الشكر وقانون الوفره عند الانسان بصفه عامه. بارك الله فيكم اللي تابعتونا في هذه الحصه وفي هذا العدد. الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم.